بجد يا جماعة، من أحلى المرات اللي عملت فيها بيتزا مظبوطة بمقادير جميلة وسهلة، وبالظبط بكوبايتين ونص دقيق. أنا بعد كده هبقى أعمل كمان بدقيق أقل من كده وهوريها لكم، بس دي كده يدوب على قد صينيتين حلوين من عندي. طلعت بجد والله أقسم بالله حلوة جدا. يلا نبتدي ونقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. يلا بينا. دلوقتي احنا هنعمل الخميرة. معايا كوباية مية دافية، عليها معلقة سكر كبيرة وكيس خميرة الفورية وبس. قلبت 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 وهسيبها تخمر كده مع نفسها. يعني انا ممكن تستغنوا عن الخطوة دي، بس انا حبيت اعملها. قلت اجرب، لان انا دايما بعملها بحطها كده على طول مع الدقيق عادي. فقلت اجرب المرة دي، طلعت حلوة جدا جدا جدا. برضو ممكن انتوا تكنسلوا الخطوة دي خالص وتحطوا الخميرة مع الدقيق بسرعة، سهلة جدا. يعني تحطوا كيس الخميرة الفورية مع الدقيق. معايا بالظبط انا حطيت في الاول كوبايتين دقيق بالظبط في الاول، ومعايا 3 معالق لبن بودرة، وحطيت على طول المية كلها. انتوا ممكن تستغنوا عن الخطوة دي وتبتدوا تحطوا الدقيق وتنزلوا مية حبة حبة لحد ما العجينة معاكم تتماسك. وهي لو كوبايتين دقيق مش هتاخد ميه كده، هتاخد 3/4 كوبايه ميه. بس انا عملت كوبايتين ونص دقيق عشان هي تبقى مظبوطه. يعني كوبايتين ونص دقيق عليهم كوبايه ميه فتره، وقعدت اعجن اعجن اعجن، وحطيت ربع كوبايه زيت بس. بدأت هنا العجينة لسه ما مسكتش في ايديا خالص، يعني هي لسه ما لفتش معايا. فبدأت اللي انا انزل الدقيق حبة حبة حبة. فبالظبط بالظبط اخدت كوبايتين ونص دقيق. يعني احنا مقدرنا النهاردة كيس خميرة، كوبايتين ونص دقيق، كوباية مية فترة، معلقة سكر، ربع كوباية زيت او اقل حاجة بسيطة، يعني اقل من ربع كوباية زيت، ورشة ملح وبس. دي المقادير بتاعتنا سهلة. ممكن تستغني عن الزيت العادي اللي بس يعني انت هتحطي زيت عادي، اهم حاجة ما يبقاش له ريحة، يعني زيت نضيف. ولو مش عايزة الزيت ده ممكن تحطي زيت زيتون. انا ما كانش عندي زيت زيتون فحطيت زيت عادي. فضلت اعجنها كويس. طبعا تعرفوا العجينة ظبطت معاكي اللي هي تلم معاكي في ايدك وتبقى طرية. حتى لو سنة بسيطة بتلزق، بس مجرد ما هتخمر التلزيق ده هيروح. بس مش بتبقى متلزق اللي هي تبقى سايحة في ايديك، لا. وبس زي ما انتوا شايفين طبعا هي باينة اللي هي حلوة، باينة. انا على فكرة ولا قطعت من الفيديو وسرعت حاجة بسيطة عشان تبقوا شايفين كله قدامكم. بالظبط كوبايتين ونص دقيق عليها كوباية مية. هتحطي كوبايتين دقيق هتحطي 3/4 كوباية مية، يعني كوباية الا ربع، حاجة بسيطة بس. والاحسن علشان برضو هقول تاني، انا الدقيق بتاعي غير الدقيق بتاعك. فانت عشان برضو تطلع مظبوطة خالص منك، انا بشتغل لا اما دقيق ضحى لا اما اي دقيق حلويات. ما بجازفش بصراحة وبشتغل بالدقيق العادي بجد. ليه؟ لان انا بقول ببقى مكلفة الحاجة فحرام اللي هي تبوظ مني. يعني الدقيق اللي هو بتجيبيه بتقلي بالسمك غير طبعا هتجيبي دقيق الضحى او اللي هو متعدد الاستخدامات، او الدقيق الحلويات بتفرق. والله يا جماعة بتفرق. الدقيق العادي بيشرب مية. فانت اسهل ليكي انت هتحطي الدقيق بتاعك وتبتدي معاكي كوباية مية فترة. هتبتدي حبة حبة مية بالراحة لحد ما العجينة تلف في ايدك زي ما انتوا شايفينها كده تتماسك وتبقى الدنيا تمام. عشان ما تضطريش هتحطي ميه كتير وتحطي عليها الدقيق. يعني انت حطيتي الدقيق وهتحطي ميه كتير، فانت كده هتضطري لو العجينه ساحت منك هتضطري تحطي دقيق فهتنشف. طبعا هتنشف كده باظت منك. انا مره عملتها بجد طلعت مني يعني ناشفه جدا، كانت وحشه. هنا بعد ما العجينه خمرت وبقت حلوه جدا حطيت شويه دقيق وبدات بالراحه اللي انا افردها بايديا، وبعد كده بالنشابه عشان تبقى مفروده ورفيعه. انا حبيتها المره دي اعملها رفيعه خالص، فطلعت وهميه يا جماعه.
وعايزه اقول لكم انتوا ممكن تحشوها اي حاجه. انا بس كان عندي النهارده سوسيس وبسطرمه، قلت اما احشيهم بيها فطلعت حلوه. ممكن تحشي لحمه مفرومه، ممكن تحشي فراخ، ممكن تعملها حشوه جمبري. انا عايزه مره ان شاء الله نعملها حشوه جمبري مع بعض، حلوه جدا 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 ان شاء الله وهتعجبكم. هنا انا قعدت افردها خالص كده خالص عشان تبقى رفيعه خالص خالص. واهم حاجه لو انتي عندك صينيه اللي هي الومنيوم، او صينيه اللي هي التيفال، او اي صينيه، بس لو هي بتلزق اهم حاجه تحطي زيت، يعني تحطي حبه زيت زي ما انت هتشوفي دلوقتي. انا هعمل حبه زيت صغننين وتعمليها بالفرشه، وتبتدي بقى تحطي فيها العجينه كده. انت هتضمني مليون في المية ان شاء الله طبعا بفضل الله ان اللي هي ما مش هتلزق، يعني هي مش هتلزق منك بس. وخلاص على كده. حشواتنا سهلة وبسيطة. انا قبل كده برضو عملت لكم الصوص بتاع البيتزا في وصفة قبل كده، طبعا برضو هنزله لكم في صندوق الوصف. انت لو عايزة بقى بسرعة وما عندكيش طماطم وعايزة تعمليها بسرعة، لان الصوص بتاع البيتزا بيتعمل بطماطم، وانت بقى مستعجلة وعايزة بقى خلاص تعمليها بسرعة، هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي صلصة، هتحطي 3 معالق او حطي معلقتين كفاية على قدها، وهتفكيها بمية، وبعدين تحطي حبة زعتر اللي هو الزعتر الناشف، وحبة ملح، وحبة سكر صغننين خالص خالص، وبس. يعني حطي اقل من نص معلقة سكر وبس. وهتبتدي برضو تفرديها على الوش بتاع البيتزا بتاعك. سهلة جدا وطريقة بسيطة، وبرضو مش هتحتاجي وجع دماغ اللي انت هتقعدي تعملي صلصة البيتزا برضو. انا كده ولا كده هنزل لكم ان شاء الله الصلصة اللي انا كنت عاملاها في صندوق الوصف وبس. طريقة سهلة وبسيطة ومش بتحتاج اي توقيت خالص 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 منك. طبعا انتوا شايفين انا بعمل الحروف بتاعتها الجوانب كده، بحاول اتنيها. ممكن هي لو العجينة اكبر من كده او اتخن ممكن نحشي الجوانب ده سوسيس، بتبقى برضو حلوة جدا. او موتزاريلا بتبقى حلوة برضو كده يعني. فبس انتوا هسيبكم بقى شوية تتفرجوا وانا بعملها الجزء دوت وهرجع معاكم تاني شوية كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتوا شايفينها جميلة، والعجينة بتبقى باينة على فكرة وانت بتعجنيها، علشان بس اي ست بيت اه
احنا يعني مش هقولك اللي مثلا اللي انا كنت اول بداية وانا بعمل العجينة بصراحة ما كنتش بعرف هي حلوة ولا وحشة. بس انا مع الوقت اللي انا بدأت اعمل الحاجات فعلا بدأت اعرف وانا بعجنها هي هتطلع حلوة ولا وحشة. بدأت اعرف هتطلع العجينة دي ناشفة ولا مش ناشفة، هتطلع حلوة ولا مش حلوة. فبسم الله ما شاء الله العجينة دي طرية جدا، طلعت حلوة. وطبعا السوي بتاعها بتولعي البوتاجاز الفرن على درجة حرارة عالية جدا جدا. هو مش بتاخد وقت، يعني تبقي اخده بالك من السوي بتاعها عشان ما تتحرقش منك. يا دوبك من ربع لتلت ساعة، مش هتاخد منك توقيت اكتر من كده. وبرضو تبشريها تشوفي هي عملت ايه، بقت شكلها ازاي كده. اهم حاجة دلوقتي انا بالشوكة بدأت اعمل لها اخرام كده اللي انا بطلع منها الهواء علشان ما تنتفخش في الفرن. لان طبعا هي فيها خميرة فلازم هتحطيها في الفرن هتعلى يعني. فالحركة دي علشان ما تنتفخش في الفرن بس. بطريقة سهلة اهي، الشوكة بسرعة بسرعة مش بتاخد اي توقيت ان شاء الله منك. وبعدين هبتدي احط الصلصة. طبعا انا بحبها الصلصة فيها بتبقى كتير. لو انتوا بقى عايزين تحطوا اقل براحتكم، دي ذوقيات يعني براحتك. عايزه تحطي صلصه كتير، عايزه تحطي صلصه اقل من كده، مفيش اي مشكله خالص. كل واحد وذوق في الاكل. يعني انا ممكن اعمل حاجه وانتي عايزه تحطي اضافه بتاعتك حطي، ايه المشكله؟ وما تخافيش هتطلع حلوه منك. وانتي بقى بتعملي الحاجه تبقى عندك احساس كده اللي هي ايه، الحاجه دي هتطلع ناقصها ايه، لا هي زايدها حاجه اتحطت لا مش مظبوطه كده. بس انا بدات احط الصلصه اهي بتاعتي اهو. إيه، سهله ما فيهاش اي حاجه زي ما انا قلت لكم. وهكتب لكم في صندوق الوصف لو انا هعملها بصلصه عادي او لو هعملها بطماطم كده ولا كده. بس هبتدي احط بقى الحشوه بتاعتي. انا هنا الموتزاريلا حطيت منها بس ما حطيتش كتير. طبعا لما بتحطي اكتر بتبقى احلى، بس انا هي طبعا الحاجه بقت غاليه جدا. وانا لقيت لما اشتريتها لقيت الكيس صغير، يعني كانت صدمه بالنسبه لي بس انا كنت مضطره يعني. بس انا بحب احط فيها موتزاريلا كتير. بس خطوه الموتزاريلا دي بقى مهمه. بعد ما هي تحطي، مش هتحطي على الوش دلوقتي، انت هتحطي الحشوه بتاعتك سهله بسرعه مش هتاخد وقت. انا بحط بسطرمه وحطيت بقولك سوسيس وبس. هتحطيها في الفرن شويه مده مثلا 10 دقايق و... وتقومي مطلعاها. وبعدين تحطي بقى على وشها الموتزاريلا، لان لما بتحطي على وشها الموتزاريلا وتحطيها في الفرن الموتزاريلا مش بتطلع بتشد، يعني مش بتبقى نشفت. فدي خطوة كويسة ممكن تعمليها برضو بتبقى حلوة برضو ما بتبقاش وحشة برضو. انا جربت الاتنين لا حلوة. انا دلوقتي هحطها في الفرن مدة من ربع لتلت ساعة زي ما انا قلتلك. وطبعا بتبشريها على درجة حرارة عالية جدا. هي انا طلعتها زي ما انتم شايفين الدخنة طالعة اهي وبس. هحطها تاني في الفرن شوية برضو وهتطلع قدامكم بجد يا جماعة سوي تحفة. دي بقى اللحظة الحاسمة، اللحظة الحاسمة يا جماعة. انا هنا طلعتها اهو خلاص من الفرن بعد ما انا قلت لكم على الطريقه بالظبط بتاعت سويها. كمان هوريها لكم هقلبها من تحت كده تشوفوها هي شكلها طالع عامل ازاي. سويها طالع يا جماعه يجنن، حاجه حلوه جدا جدا جدا. بنصحكم اللي انتوا لو عايزين جربوها ان شاء الله. شوفوا طالعه لا تجنن، حلوه جدا، حلوة وطعمها حلو. وكانت بصراحة لا كانت حلوة. مش هقدر اقول عليها يعني اقسم بالله كانت حلوة جدا 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 جدا. بس انا بدأت اقطعها اهو عشان طبعا ادوقها معاكم زي كل مرة.
إيه، وهي ما لزقتش مني زي ما انا قلت لك. اهم حاجه اللي تحطي زيت في الصينيه كويس و... وبس جربوها وان شاء الله هيعجبكم الفيديو. شايفين عامله ازاي؟ حلوه جدا. انا كنت مبسوطه جدا جدا باللقطه دي. عايزه اقول لكم يا رب طريقتي تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هانم. وبالهنا، مع السلامه.